تعالوا نعرف بقى النهارده مصر تستلم افتتاح المؤتمر الدولي الصديق للبيئة العالمية اللي قام في دولة الإمارات. تعالوا نقول لكم أبرز العناوين لجمهورية مصر العربية الصديقة للبيئة. أول حاجة محطة تحلية مياه البحر. هيقام في جمهورية مصر العربية محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات اللي هي الربش أو كل النفايات. هيتقام محطات اكتر واكتر في جمهورية مصر العربية لمعالجة النفايات. انظمة الري الحديثة طبعا ما شاء الله تبارك الله، بلدنا ما شاء الله تبارك الله ابتدت تقوم بشراء معدات وانتاج معدات كمان في بلدنا للري الحديثة. اعادة تأهيل وتبطين الترع، تبطين الترع اللي رئيسنا عبد الفتاح السيسي طبعا في الفترة اللي فاتت كنا بنقوم بتبطين الترع وإنشاء عليها طرق، وما بنقفلش الترع، الترع بتبقى موجودة زي ما هي. عندنا مشروع حماية السواحل، حماية السواحل. عندنا شبكة مترو أنفاق ما شاء الله تبارك الله، عندنا شبكة أكبر شبكة موجودة في الوطن العربي، شبكة مترو أنفاق موجودة في جمهورية مصر العربية. عندنا شبكة سكة حديدية جديدة طبعا ما شاء الله تبارك الله، والخطوط الكهربائية اللي هي مصاحبة للبيئة. عندنا كمان ما شاء الله تبارك الله محطات توليد طاقة الرياح ما شاء الله تبارك الله. عندنا محطات طاقة الرياح. عندنا كمان محطات توليد الطاقة الشمسية. يعني ما شاء الله تبارك الله الجدول بتاعنا او النهارده في مؤتمر القمة اللي تواجد النهارده في الامارات، في دولة الامارات الصديقة للبيئة. عندنا ما شاء الله ملف جمهورية مصر العربية الصديق للبيئة اللي تسلمه رئيس عبد الفتاح السيسي ما شاء الله تبارك الله. كل الحاجات دي موجودة دلوقتي عندك في بلدك وموجودة في جمهورية مصر العربية. وصلت تكلفة المشروعات دي كام بقى؟ علشان الناس احنا بنتكلم على الانجازات برضو اللي قام بيها رئيسنا عبد الفتاح السيسي. وصلت تكلفة المشروعات دي 336 مليار جنيه في الفترة اللي فاتت، ال10 سنين اللي فاتوا. وبنصدر وتصدير قطاع النقل كمان وصل لتكلفة 300 مليار جنيه مصري. تحيا مصر وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي طبعا، ودايما مصر في تقدم وفي تقدم وفي تقدم ان شاء الله باذن الله مع رئيسنا عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر وتحيا رئيسنا وتحيا شعبنا وتحيا جيشنا وتحيا مؤسساتنا المصرية. تحيا مصر.